السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا عيال وشلونكم؟ ايش اخباركم؟ عساكم طيبين. البيت يا حبيبي، البيت اللي ما عمري ما بحياتي تجرأت اسوي به اي شيء، بالذات التطوير. يا طويل العمر والله ماني مصدق ان جاء وقت تطوير بيتي، والله فعلا ماني مستوعب. كنت انا اصبر واقول البيت ما بيطوره، البيت ما بيطوره، لكن جاء الوقت اللي يطوره، لان الصراحة صار ضروري يطور بيتي. ما هو ضروري بس انا خلاص مكس كل شيء، ما بقى لي شيء، خلاص ملكة ماكس، ملك تمكس، بقى لي شيء ما بقى لي شيء. فراح نبدأ اللحظة الحاسمة، وبكتب لهم بقول لهم شباب راح اطور بيتي، قاعد اسجل الحين، قولوا شيء لليوتيوب. راح نبدأ بتطوير بيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 جو. تطوير البيت يا حبيبي ماكس. الحمد لله شكر، خلاص بيتي ارتحت منه وراح مكسه الحمد لله وشكر. خلونا نشوف يا هلا والله متابعين سلوم بالتوفيق. بقول لهم تم تطوير البيت 10 الخميس الجمعة السبت راح يخلص بيتي أول ما عطل راح يخلص بيتي. طبعا سلوم وش النظام، وش خطتك، وش تفكيرك يا طويل العمر؟ النظام خزنة هذه فللته، لكن السبب الله يهدي الشباب اللي دخلوا كلان وما يهجمون. ناس دخلتهم انسحبوا، والله لو هجموا والله لو نفوز بحروق. فالمفروض الدارك فل وباقي مخازن فل. باقي المخازن ما هي شيء سهل، اما الدارك هو الصعب اللي يخليه ماكس 10,000، فهذا الصعب. وزي ما تشوفين الشباب يباركون. الحمد لله شكر تم تطوير البيت، وانا الحين يوم الخميس لا يوم الثلاث الساعة 1 بالليل، مو يوم الثلاث، يوم الاثنين الساعة 1 بالليل، بادين بيوم الثلاث. الحين راح ينزل لكم الثلاث الظهر وبالعصر. فخلاص البيت الحمد لله وشكر تم تمكيس وتطويره. الحين يا طويل العمر جمعت انا 100 جوهرة زي ما تشوفين. راح اشتري الدرع هذا بعد يومين بعد ما مكس المدافع. يكون بقى علي بيتي 10 ايام وهنا الدرع 10 ايام. فهذه استراتيجيتي. انت من يوم تمكس بيتك اجمع جواهر، والشباب هنا مبسطين الله يسعدهم. فهذا النظام يا طويل العمر. راح ابدأ جلد واجمع موارد، وخلونا نتركه مع هجمة. هذه الهجمة يلا. طبعا هنا بيت 9، لكن التخطيط يلعب دور. سلوم انت شلون دعسته هنا؟ بس في مرتار واحد برج وزرطة واحد، باقي المدافع اللي تقتل الارسل البربري تحت، وهذا الشيء غلط. انا قلت لكم كررت لكم لازم توزعون الدفاعات، ولازم تنتبه تخطط قبل ما تهجم. مثل هذا من يوم انتبهت عرفت شلون ننزل جيشي. لازم انت شخص تعرف شلون تنزل جيشك. فنشوف هنا الشباب خلاص توقع خلصوا كلامهم. فالحمد لله وشكر تم تطوير البيت، تحققت امنيتي. وانا قلت لكم من تبدأ العطلة راح اطور بيتي، فبإذن الله على ما تخلص اختباراتي انا بالضبط اكون بيتي صار 10.
اول اهدافي راح اشتري 2 انفرنو، يمديني اشتريهم بكل سهولة. بعد راح اشتري 2 انفرنو. بعد ما اشتري 2 انفرنو راح اطور آلة المشروبات، او آلة السبلات. بعد ما خلص من تطوير آلة السبلات اطور المختبر الجنود. بعد ما اطور مختبر الجنود اطور حقة الجنود النيران. بعد ما مكسهن راح ابدأ عد بالجيش انا افكر العملاق داهية. العملاق ليفل 7 او البربري والارشر، ما ادري. شوف، البربري والارشر بعدين. احتمالي يا فالكري يا وزرد يا عملاق. انا اعطيتكم اياهن على بلاطة. الجولم بعدين لان ما راح ادخل حروب انا. فهذا كان موجود معنا اليوم، وتم تطوير البيت. وبقولهم شباب بوقف تصوير، تبون تقولون شيء؟ فهذا الشيء عشان بعضهم يقولون انت متكبر. انا والله ماني متكبر، واللي معنا بكلان يدرون، يعني سلف معهم مثل اخونا، مثل اخوهم وهم مثل اخواني. فعادي ما فيه اي شيء بيننا. وهذا يقول لي تبي فالكري؟ اي والله بفالكري. فمشكلة الوزرد زيادة. نكتب فالكري وبربري، لان انا ادري ان الفالكري والبربري راح يحمون، لان فيه وزرد وارشر بس باقي فالكري. فهذا كان موجود معنا اليوم، وانتهينا من التصوير وراح اجمع موارد. وشوفوا بعد يومين راح اسحب عليكم. انا قلت لكم معكم بكرة، اللي هو اليوم راح ينزل لكم الفيديو، واليوم اللي بعده. فلا تقصروا معنا باللايكات، لان راح يكون اخر فيديوهين من بعده راح اسحب عليكم. يلا يعطيكم العافية ومع السلامة.